يا نور، كنا بنجاوب على السؤال بتاع أول مطبعة بمصر ومتى أنشأت في درس الطباعة. اتفضلي يا نور جاوبي. قلنا إيه الإجابة؟ أنشأت في مصر أول مطبعة انشئت في مصر أول مطبعة عام 1821 وسميت المطبعة الأميرية. وسميت تمام. خديجة، ما أقدم جريدة مصرية وعربية؟ أقدم جريدة سهلة أوي يا خديجة. اسمها جريدة إيه؟ الوقائع جريدة المصرية. الوقائع المصرية. شكرا يا خديجة. طيب براء، استخرج لي من السطر الأول معنى كلمة بنيت. أنشئت. ممتاز. طب مضادها؟ هدمت. ممتاز، هدمت. أنشئت يعني بنيت، والمضاد هدمت. إياد لسه داخل. طيب عايزة برضو من السطر الأولاني مفرد كلمة مطابع. عمر محمد. معنى كلمة مطابع. مفرد مطابع. مطبع. المطبعة. يبقى المطبعة الجمع بتاعها المطابع. تمام. طيب عاوزة كمان من السطر التاني معنى كلمة الحكومية يا نور. السطر سألتني التاني عليها وقلت لك معناها الحكومية. الأميرية. تمام، الأميرية يعني الحكومية. شكرا يا نور. براء، من السطر الأولاني برضو معنى كلمة باقية. سميت. لا لا، من السطر التاني، من نفس السطر، من السطر التاني معنى كلمة باقية. لا تزال. تمام، لا تزال يعني باقية، وقائمة برضو يعني باقية. عكسها فانية. قائمة باقية والعكس فانية. تمام. طيب برضو من نفس السطر يا براء معنى كلمة قواعد تنظيم العمل. انتهى أثناء الشرح. قواعد إيه؟ قواعد تنظيم العمل. طبعا اللوائح. اللوائح. اللوائح، برافو. يعني قواعد تنظيم العمل مفردها ايه؟ اللوحة. اللائحة. لائحة. اللوائح مفردها لائحة. تمام، شكرا يا براء. خديجة، معنى كلمة نشر من السطر الثالث. نشر. نشر. تداول. لا، من السطر الثالث. السطر الثالث ما فيهوش تداول. معنى كلمة نشر يا خديجة يعني إصدار. طيب جمع جريدة إيه يا خديجة؟ جمع جريدة جريدة. جراء. جرائد. برافو. يبقى جريدة دي هنكتب فوقيها جيم، يعني الجمع جرائد. تمام يا خديجة. طيب عمر محمد، جمع صحيفة. صحيفات. لا. أصبر.
جمع صحيفة. صحيح. صحائف. صحائف، تمام. ميس أو صحف برضه صح؟ أو صحف، تمام. خلصنا يا ولادي الفقرة دي وكتبنا المعاني. إياد دخلت؟ أيوة يا مس. تمام. بتول، دخلتي يا بتول؟ يا مس. تمام. لو سمحتي يا كندا اشرحي لبتول وإياد اللي احنا خدناه من الأول لحد ما وقفنا عند جريدة الوقائع المصرية. حاضر يا مس. الأول الدرس بيتكلم عن الطباعة. فالطباعة عملت ثورة للمعلومات وتداول الفكر، يعني انتشار الفكر والمعلومات بين الناس بطريقة سهلة. فيعني احنا عالمنا لو ما كانش فيه الطباعة فيه كان هينتشر شوية الجهل، لأن ما كانش هيبقى فيه تداول معلومات. عشان كده الطباعة بتعد من أهم الاختراعات في عصرنا ده، عشان هي غيرت يعني الطريقة اللي بيتطور بيها المجتمع. بعد كده حصلت مراحل لتطور الطباعة. إن الأول قبل ما يخترعوا الطباعة كان الكاتب بيبدأ إن هو ينقل من ينقل الكتابة أو الرسومات يدويا من كتاب لآخر. وكانت بشكل بعناية، يعني من كتاب لآخر. وبعد كده بدأت فكرة إن هم يقطعوا الأحرف على قطع خشبية ويغمروها في الحبر أو يغمسوها في الحبر، وبعدين يختموها على الورق. بعد كده بدأت إن يحصل تطور وتبقى آلات كاتبة متحركة. فالقطع اللي هي القطع اللي هي كانوا بيقطعوا عليها الأحرف تحولت إلى قطع معدنية سريعة الحركة. منها صنعت الآلة الكاتبة المتحركة. الأول كانت آلة كاتبة متحركة باليد، يعني كان بعد ما يكتب شوية يحركها بالإيد ويرجعها تاني الأول. بعدين بدأت إن هي تتحول إلى آلة كاتبة ولكن بالبخار، يعني هي كانت بترجع لوحدها تاني. وبعدين تطورت إلى الطبعة الإلكترونية، دي موجودة في العصر بتاعنا. وبعدين انتهى الأمر خالص بالطابعة بالليزر، اللي هي ممكن نلاقيها في المكاتب وبيصدر ساعات منها كده نشوف أشعة. ده اللي هو الليزر اللي بيكتب على الورق، ونقدر نتحكم في قد إيه ننسخها. بعد كده الآثار الإيجابية بتاعت الطباعة، إن كان يعني الطباعة كان ليها آثار مهمة جدا، إن هي جعلت المعلومات في متناول الجميع، وده أدى بدوره في زيادة المناقشات والفكر في تحفيز الجديدة منها ونشرها. وبدأت يعني تنشر الطباعة بدأت تنشر المعلومات بشكل سريع عن أي وقت ماضي. عشان كده بعض المؤرخين اعتبروا إن الطباعة دي هو بداية عصر النهضة، اللي هو عصر العلم والمعرفة. الطباعة كانت في مصر إن انشأت أول مطبعة عام 1821، وكان اسم المطبعة دي مطبعة الأميرية، اللي هي تابعة للحكومة يعني، ولا تزال قائمة حتى الآن ولسه موجودة لحد دلوقتي. والمطبعة دي كانت مختصة إن هي تطبع، أول لما بنيت كانت مختصة إنها تطبع اللوائح اللي هي القواعد بتاعة العمل والمنشورات والكتب العلمية، اللي هي كانت بتطبع لنا الكتب المدرسية لحد السنة اللي فاتت. كما استخدمت وكانوا بيستخدموها في إصدار أو نشر جريدة اسمها الوقائع المصرية. والجريدة دي أقدم جريدة بالشرق الأوسط، يعني أقدم جريدة في أفريقيا، وأول صحيفة أول جريدة يعني مصرية وعربية بتصدر باللغة العربية، لأنه قبل كده ما كانش بتصدر باللغة العربية، لأن كان فيه احتلال فرنسي وإنجليزي، فكان بتصدر بلغات أخرى مش باللغة العربية. تمام يا كندا، شكرا ليك. نكمل يا ولاد. آخر فقرة موجودة معانا امتداد تاريخ الطباعة، اللي هي الطباعة من أول ما ظهرت لحد العصر بتاعنا اللي احنا فيه دلوقتي. ونتيجة لسهولة حصولك على المطبوعات التي تحيط بك، فإنك لا تفكر في الطريق الشاق الذي قطعه الإنسان ليصل بالطباعة إلى هذه الدرجة من السهولة.
فقد أصبح بإمكانك أن تطبع الأوراق أو الصور التي تحتاج إليها بضغطة زر واحدة. فهل تصورت يوما أن تاريخ الطباعة كبير وممتد لهذا الحد؟ براء إياد تفضل اقرأ. و... وتن... وت... والنتيجة ونتيجة لسهولة حصولك على المط... المط... المطبوعات التي تحيط بك التي تحيط بك، فإنك لا تفكر في طريق الشاق الذي قطع الإنسان ليصل بالطباعة إلى هذه الدرجة من السهولة. فقد أصبح بإمكانك أن تطبع الأوراق تطبع الأوراق أو الصور التي تحتاج إليها بضغط بضغطة زر واحدة. زر واحدة. فهل تصورت يوما أن تاريخ الطباعة كبير ومتميز وممتد وممتد لهذه الدرجة لهذا الحد؟ لهذا الحد؟ يعني ايه يا ولاد؟ يعني احنا من كتر السهولة اللي بنحصل بيها على المطبوعات احنا مش بنفكر في الطريق الشاق والصعب اللي قطعه الانسان علشان يوصل بالطباعة للدرجة دي من السهولة. فاحنا دلوقتي احنا ممكن نطبع الاوراق او الصور اللي احنا محتاجينها بضغطة زر واحدة. يا دوب بنضغط على كلمة اطبع او كلمة برنت وبنحدد عدد النسخ اللي احنا عاوزينها، وعلى طول بنلاقي الصور او الاوراق او الحاجات اللي احنا عاوزينها اتطبعت. فاحنا من كتر السهولة دي ان احنا بنطبع بضغطة زرار واحدة مش بنتخيل ان تاريخ الطباعة ده كان طويل كبير وممتد لهذه الدرجة او لهذا الحد. اول سؤال: بما وصفت الفقرة الطويل الطريق الذي قطعه الانسان لتطوير الطباعة؟ اياد. سامعني يا اياد؟ الفقرة وصفت الطريق اللي قطعه الإنسان لتطوير الطباعة بإنه طريق إيه؟ بأنه بأنه طريق إلى طريق السهولة يعني كان إلى صح؟ هذه. كان صح؟ آه لا، إزاي؟ قولي يا بتول. إيه؟ قولي يا بتول إجابة السؤال. بيقول لي بما وصفت الفكرة إحنا قرأنا الطريقة السؤال، قولي الإجابة على طول. بما وصفت الفقرة الطريق الذي قطعه الإنسان لتطوير الطباعة؟ لأنها بضغطة زر لا واحدة. لا. عارفة يا خديجة؟ ممتد. لا. قولي يا براء. كبير وممتد لهذا الحد. م-م. كبير وممتد. الطباعة كبيرة، عرفتها بس. لا. مين؟ قولي. أنه طريق شاق. أهو صح كده. الطريق الشاق الذي قطعه الإنسان. السؤال بيقول بما وصفت الفقرة الطريق الذي قطعه الإنسان، وهو الطريق الشاق الذي قطعه الإنسان. يبقى وصفت الفقرة الطريق الذي قطعه الإنسان لتطوير الطباعة بأنه طريق شاق، يعني صعب. السؤال اللي بعد كده: إلى أي مدى أصبحت عملية الطباعة سهلة الآن؟ إلى أي مدى أصبحت عملية الطباعة سهلة الآن؟ عمر محمد. إلى أي مدى أصبحت
عملية الطباعة سهلة. قولي يا خديجة. لأن أنا عارف قولي يا يا عمر. مس. قولي يا عمر. يعني من على بتخليك يعني تسهل من ضغطة سر واحدة. برافو برافو ممتاز. أصبح بإمكاننا أن نطبع الأوراق أو الصور التي نحتاج إليها بضغطة زر واحدة. بس انت يا عمر شاطر وعارف كل حاجة، بس انت بتتردد ان انت تقول. انت عارف قول على طول، والحاجة اللي انت عارفها بتطلع صح. ماشي حبيبي؟ اتفقنا؟ ما تترددش بعد كده، خليك واثق من إجابتك وواثق من نفسك. طالما انت فاهم الإجابة اللي عندك هتطلع صح. أصبح بإمكاننا أن نطبع الأوراق أو الصور التي نحتاج إليها بضغطة زر واحدة. هسألك يا بتول دلوقتي، بس لما أشوف معانا المفردات على الفقرة. ثواني. نور، استخرجي لي من السطر الثاني معنى كلمة الصعب. معنى كلمة الصعب الشاق. الشاق، تمام. طيب مضادها ايه يا خديجة؟ مضاد الصعب ايه؟ السهل. السهل. يبقى الشاق يعني الصعب، والمضاد السهل. طيب جمع كلمة زر خديجة. زر. أزرار. أزرار، تمام. الجمع أزرار. طيب عايزة من السطر الأخير معنى كلمة طويل. براء. ممتد. ممتد، تمام. من نفس السطر معنى كلمة المدى معنى كلمة المدى. الحد. الحد. معنى كلمة المدى يعني الحد، تمام. بتول عاوزة تقولي حاجة؟ لا يا ميس عايزة أجاوب. تمام حاضر، هنجاوب دلوقتي. ده يا ولاد كان الدرس بتاعنا النهاردة. حد عنده فيه سؤال؟